ما يقع في السودان من عظائم وإكرام ومظالم يندى لها الجبين ويحزن لها صاحب الخلق والدين في كل وقت وحين. فماذا حل بالسودان ولا سيما في مدينة الفاشر عاصمة دارفور؟ فيها إبادة جماعية ومحاصرة غذائية وأنواع من صروف الأذية واغتصابات جنسية وتعذيب بصورة وحشية تفعل ذلك الوحوش الضارية والكلاب العاوية. ومع هذا صدرت من قلوب من الرحمة خالية ومن الإنسانية عارية مآس وجراح وسفك للأرواح. وهناك من يمد السفاح بأنواع العتاد والسلاح ليفسد في الليل والصباح كأنه رأى نفسه كخالد وصلاح وهو بعيد عن الصلاح والإصلاح. عجب عجاب وأمر يأخذ القلوب والألباب بما يراه الإنسان من أنواع العذاب وصنوف العقاب. لو كبرت في جموع الصين مئذنة سمعت في الغرب تهليل المصلين. أبا سليمان قلبي لا يطاوعني على تجاهل أحبابي وإخواني. إذا اشتكى مسلم في الهند عرقل وإن بكى مسلم في الصين أبكاني. ومصر ريحانتي والشام نرجستي وفي الجزيرة تاريخي وعنواني. أرى بخارى بلادي وهي نائية وأستريح إلى ذكرى خراسان. وأينما ذكر الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إحسان وإيمان.